السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا رب. الأيام الحلوة بتجري بسرعة. النهاردة 10 يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا حبايبي ان شاء الله هنعمل مع بعض، نحضر مع بعض يعني الفطار وكده. كان عندي شوربة من قبلها بيوم، شوربة ولحمة. فقلت ايه يعني اعمل بقى على الشوربة ديت اي حاجة بحيث ان اللحمة تتاكل يعني ويوم ويتقضى وكده. فهتعملي لنا ايه؟ هعمل ان شاء الله معاكم شوربة لسان عصفور، وهنعمل ان شاء الله برضو ايه، ملوخية. بس هنا بقى ايه، جبت شوية شوربة كده وهفضي كيس الملوخية ديت، الاكياس اللي هي الجاهزة المجمدة. سهلة وسريعة وبتنجز في الوقت يعني. يعني لما يكون ما عندكش وقت ومش فاضية، فدي من الحاجات اللي هي ايه، يعني سهلة وسريعة. لكن في وقت بقى بنجيب اللي هي الملوخية بقى الخضرة بقى الحلوة بتاعتنا، ونقرطفها ونغسلها وزي ما انت عارفين ونخرطها. لكن ما عندناش وقت، بنجيب الحاجات الجاهزة ديت بتسهل علينا المواضيع. طبعا الكلام ده كان بعد العصر. زي ما انتوا شايفين كده فضيت الكيس كله في شوية شوربة، برضو شوربة مش كتير عشان لو احتاجت احط. لكن لو انا حطيت شوربة من الاول كتير ممكن ايه، الشوربة تبقى كتيرة معايا. بصوا هنا بوريكم ان كان لسه فيها قطع تلج برضو، يعني حتت لسه مجمدة. لو حطيت شوربة من الاول كتير ممكن ايه تكتر مني وما اعرفش اعالجها يعني، هتبقى صيصة كده زي ما بيقولوا بالبلدي. لكن احنا لما نحط من الاول شوية شوربة يعني مش كتير، هحتاج بعد كده هحط براحتي. بس فزي ما انتوا شايفين كده حطيت الملوخية وسخنتها شوية بحيث ان ايه الملوخية تفك يعني. وجبت حلة تاني حطيت فيها شوية، هحط فيها حتة قصدي قطع كده من السمنة البلدي. السمنة البلدي اللي هي الجاموس الفلاحي. طبعا انتوا كلكم عارفين، طبعا كانت الايام اللي فاتت بقى طوبة وامشير وكلنا جبنا وخزنا الحمد لله اهو. وهحط عليها شوية ايه، حبة زيت. يعني بنساعد يعني بحيث برضو ان ما يبقاش الاكل تقيل ودسم ويتعبنا واحنا صايمين. بس وهنزل بقى بلسان العصفور زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اقلب فيه بقى ومش هنحش ايدينا منه خالص خالص خالص، علشان خاطر لسان العصفور من الحاجات اللي هي بتتحمر بسرعة زي الشعرية بالظبط. يعني ممكن لو انا سبته كده ورحت اي مكان ممكن يتحروق يعني من تحت وكده. فاحنا طبعا عشان خاطر احنا ستات بيوت شاطرين زي ما انتوا عارفين ومتعودين، يعني كلكم شاطرين برضو زي حالاتي كده. ايدينا على طول في الحله، وطبعا انا مهديه النار عشان ايه، يعني يتحمر براحته وياخد لون حلو ولون جميل كده وما يتحرقش. عشان انا برضو ايه يعني وانا بعمل الاكل ببقى برضو في حاجات تاني بعملها من ورا الكاميرا انتوا ما بتبقوش طبعا شايفينها. بس فبديله كده التقليبه الحلوه. وبرضو عايزه اقول لكم ان لسان العصفور من الحاجات اللي هي برضو ايه، لونها بيفتح لما بنحط الشوربه. فانا هديله سن التحميره زياده شويه، يعني مش زياده قوي يعني زي ما انتوا شايفين كده، علشان خاطر ايه لسه لونه هيفتح لما هنحط الشوربه. هنا طبعا كنت عامله في الخلاط شويه يعني طماطميتين تلاتة كده صغيرين. حتى الخلاط بتاعي مش عارفة السكينة بتاعته باظت وجبت له سكينة تاني، بس مش زي الأصلية مش بتفرم الطماطم قوي. مرتين وانا اغيرها وبرضو ايه يعني مش بتفرم الحاجة حلو، مش زي اللي هي السكينة الأصلية بتاعت الخلاط. مش عارفة اعمل ايه. بس وبدأت انزل كده ايه بعدها بالشوربة، وهحط فلفل اسود وهحط كده، اللهم صل على النبي. هنحط يعني شويه كده جبت السكينه ودي بلحت جوزة الطيب. هبدأ ان انا ايه يعني اخد يعني اعمل كده بالسكينه بحيث ان هي ايه، تبقى منزلاها كده بشر كده ناعم من جوزة الطيب. برضو بتدي الشوربه بتاعت لسان العصفور طعم حلو. وهحط مرقه دجاج، ربنا يرحمنا برحمته. ما بعرفش اكل اي اكل بصراحه غير لما احط فيه مرقه دجاج.
مش عارفة انا بس ولا كل الناس كده، الله اعلم. حتى مكعبين من مرقة الدجاج مع ان هي شوربة لحمة، بس برضو مش عارفة، خلاص اتعودنا بقى. برضو جبت جوزة الطيب، وايه حسيت ان انا حطيت حبة صغيرين في الاول، قلت ايه احط شوية تاني، وبرضو شوية فلفل اسود. طبعا كل دوت بيطعم شوربة لسان العصفور، بيخليها حلوة. وسبتها اول ما غلت كده بقى، هطفي عليها النار وهسيب لسان العصفور يستوي على السخونة بتاعة الشوربة، يعني هركنها على جنب، وهو لسان العصفور هيستوي على السخونة بتاعة الشوربة. مش هسيبه بقى على البوتاجاز ان هو يستوي على تحت النار وكده، لا. انا هركنه، هو هيستوي على السخونة بتاعة الشوربة. هنا بقى بدأت اجيب طاسة، وجبت كده ايه معلقة كده من الكزبرة الناشفة، هديها تحميصة كده، عشان ايه الكزبرة كده تطلع الرطوبة اللي فيها، وتتحمص كده وتبقى حلوة زي ما انتوا شايفين. يعني الكزبرة طبعا روح الملوخية زي ما انتوا كلكم ايه عارفين. وطبعا كنت محضرة برضو ايه مفصصة توم يعني. هبدأ بقى اطحن الكزبرة وادق التوم عليها. هنا بقى ايه كانت الملوخية بقى فكت خالص، هبدأ اولع البوتاجاز وايه و... واحط كده الملوخية، عشان ايه تفك كده معانا كده ايه حلو. هي خلاص فكت اصلا، بس ايه حاسه ان هي تقيله شويه، فحطلها شويه من الشوربه، عشان ايه شوفوا كده. لما انا مش حاطه من الاول شوربه كتير، لما احتاجت حطيت لها، لكن لو حطيت من الاول شوربه كتير، طب هعمل ايه لما الشوربه هتكتر؟ هتبقى خفيفه خالص، مش هتنفع. لكن كده كل حاجه كده بتتعالج كده، ولما صح يعني الواحد عينه لازم تبقى ميزان. هنا برضو حطيت مكعب كده من مرقة الدجاج، وشوية كده شوية من السكر. السكر ده يعني حاجة بسيطة مش كتير، يعني ربع معلقة صغيرة، اقل من ربع معلقة صغيرة. ده بقى اللي بيدينا التست الحلو، اللي ايه لما بنشتري كده طواجن الملوخية كده مع الاكل الجاهز، بنقول الله الملوخية دي طعمها طعمها حلو، غير اللي احنا بنعملها في البيت. لا السكر يعني بيديها طعم حلو، وفي نفس الوقت بيخلي لون الملوخية برضو حلو وطعم حلو. هنا بنعمل، مش بغطي بقى الملوخية بعد ما تغلي، لا بوارب الغطا، اسمها بالرجل الحلة، يعني بنوارب غطا الحلة علشان الملوخية ما تسقطش. هنا بقى جبت طاسة برضو، وحطيت فيها كده حتة كده من الدهن بتاع اللحم، بتاع اللحمة يعني. وهبدأ احط برضو ايه معلقة سمنة بلدي. طبعا السمنة البلدي هي اللي روح الملوخية برضو زي الكزبرة بالظبط، مع قطعة الدهن اللي هي بتاعة اللحمة ديت، هتبقى ايه ان شاء الله جميلة. طبعا مش بنزود دهون، لان الدهون مش مستحبة لا في رمضان ولا في غير رمضان. فقدر المستطاع بنقلل من الدهون، عشان خاطر ايه صحتنا والكوليسترول والكلام اللي انتوا عارفين ده كله. انا اصلا مش بحب الدهون ايه يعني في الاكل قوي، فبحط كده ايه يعني بالنظر. لو احتاجت لما احط التومة والكزبرة هحط، ما احتاجتش خلاص. بدأت كده اقلب كده السمنة مع قطع الدهنة ديت، عشان خاطر ايه يعني تسلق او تسيح يعني، عشان خاطر ايه تطلع كل الدهون اللي فيها. وهبدأ بعد كده بقى، بعد ما اشوف لونها بيتغير ازاي، هبدأ بعد كده احط الايه الكزبرة والثوم اللي انا دقيته، عشان نعمل ايه التقلية بتاعة الملوخية، او الطشة بتاعة الملوخية. هبدأ بقى اقلب كده، هحس ان هي ايه محتاجة حتة سمنة، فانا هحط لها حتة سمنة كده بلدي اهو. ده عشان انا لقيتها محتاجة، لكن لو انا كنت لقيتها ان هي مش محتاجة، مش ما كنتش هحط اصلا. هبدأ بقى اقلب كده فيها لحد ما ايه التومة تحمر كده وتبقى حلوة. طبعا كلكم شامين الريحة اكيد، ما شاء الله اهو.
لما بنغطي الملوخية بتسقط يا جماعة، فاحنا ايه يعني بواري بالغطا، مش ببقى مغطيها قوي. بصوا بقى الحتة بقى الحلوة دي، طبعا كل ستات مصر بتحب اللحظة الأخيرة دي. هنا بقى ايه هنبدأ ناخد كده ايه آخر حبة كده في الطاسة كده، نحط عليهم شوية ملوخية وننزلهم عشان ناخد كل السمنة بقى وريحة السمنة وطعم السمنة والثوم والكزبرة. وهبدأ اقلبها كده، شايفين لونها جميل ما شاء الله.